موندو ديبورتيفو، حكيمي على رأس اهتمامات ريال مدريد. كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أمس إن إدارة النادي الملكي وضع أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس قائمة اهتماماتها المستقبلية. ووفقا للصحيفة، أعطى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الموافقة على التعاقد مع حكيمي، مما يجعل اللاعب المغربي ضمن أولويات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن حكيمي ولاعب انتر ميلان الإيطالي لودارو مارتينيز يعدان اختيارات مهمة لمدرب ريال مدريد، ولكن القرار يتوقف على أندية اللاعبين وليس على ريال مدريد نفسه. وأوضحت الصحيفة أن حكيمي يمر بفترة صعبة مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي أثر سلبا على أدائه مع الفريق الفرنسي، وهذا ما يجعل احتمالية عودته إلى ريال مدريد أكبر. بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار فاس سائس إلى غاية متم شهر مارس من سنة 2023 أزيد من 359,774 مسافرا، أي بمعدل استرجاع بلغ 106% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 340,942 مسافرا. وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأنه خلال شهر مارس وحده سجلت هذه المنشأة المطارية معدل استرجاع بلغ 102%، حيث وصل عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر المطار إلى 124,978 مسافرا، مقابل 123,016 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2019. بهذا الأداء يحتل مطار فاس سائس المرتبة الخامسة وطنيا خلف مطارات الدار البيضاء محمد الخامس ومراكش المنارة وأكدير المسيرة وطنجة ابن بطوطة. يذكر أن مطارات المملكة استقبلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 ما مجموعه 5.912.986 مسافرا عبر 46.313 رحلة جوية، أي بارتفاع في حركة النقل الجوي بنسبة 5%، ومعدل استرجاع لحركة الطائرات بنسبة 96% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019. المغرب الوجهة السياحية الثالثة للفرنسيين. كشفت المنصة المتخصصة في الوجهات السياحية العالمية تريب عن احتلال المملكة المغربية المرتبة الثالثة في ترتيب الوجهات السياحية الأكثر زيارة من طرف المواطنين الفرنسيين. حل المغرب في المرتبة الثالثة خلف إسبانيا وإيطاليا، حيث صنف الفرنسيون المغرب كوجهة سياحية تتوفر فيها شروط الراحة، الاستجمام، الأمن، الشمس، فضلا عن جودة خدماتها الفندقية واللوجستية، بالإضافة إلى توفر المغرب على سلسلة من المآثر التاريخية والوجهات السياحية. هذا وقد استقبل المغرب ما يعادل 2.9 مليون سائح خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2023، محققا ارتفاع بنسبة 117 مقارنة بالسنة الماضية.